هل كنت تعلم إن في نوع من السحر بيخلي الساحر ينام فوق قبر مفتوح علشان يسمع صوت الميت بنفسه؟ ده هو النيكرومانسي، أقدم وأغرب سحر مرتبط بالموت. زمان كانوا يعتقدوا إن الساحر يقدر يفتح باب بين عالم الأحياء وعالم الأرواح بس باستخدام الدم والرماد وعظام البشر. والأغرب إن بعض الطقوس كانت تطلب أذن ميت لأنهم كانوا شايفين إنها أفضل وسيلة لسماع رسائل الأرواح. وفي أوروبا الناس كانت بتدفن قطعة نحاس في فم الميت، معتقدين إنها بتمتص صوته وتحتفظ بكلماته لحد ما الساحر يستدعيه. أما في أفريقيا النيكرومانسر كان اسمه معلم الظلال، وكانوا يخافوا منه لأنه ببساطة يقدر يسرق ظلك ومعاه عمرك وحظك كله. وفي الفايكنج النكرومانسي ما كانش شر، كان وسيلة لمعرفة المستقبل. الساحر يقعد وسط القبور ويستنى الأرواح تجاوبه. والأسطورة الأغرب، كل روح يستدعيها النكرومانسر تاخد من عمره شوية، وعشان كده كانوا بيموتوا صغار. لو عايز جزء تاني عن أسرار النكرومانسي أو عايز تدخل أعمق في عالم السحر المظلم، اكتب لي في التعليقات.